أهلا بيكم. في سؤال دايما بيتكرر، ليه ساعات الكلام بالإنجليزي بيبقى رتيب كده وفيه تكرار ممل؟ النهاردة بقى هنعرف مع بعض إزاي نحل المشكلة دي خالص عن طريق حاجتين بس، الأسماء والضمائر. طيب الخريطة بتاعتنا النهاردة بسيطة جدا. هنبدأ بحجر الأساس اللي هو الأسماء، وبعدين هنشوف إيه هي مشكلة التكرار دي بالظبط وإزاي الضماير هي الحل. بعدها هنفتح صندوق العدة بتاعنا ونتعرف على 5 أنواع من الضماير، وفي الآخر خالص هنلخص أهم النقط ونشوف أشهر الأخطاء عشان نتجنبها. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بأول وأهم قطعة في أي جملة إنجليزية، الناون أو الاسم. الاسم أو الناون ببساطة شديدة هو الكلمة اللي بنستخدمها عشان نسمي أي حاجة حوالينا، ممكن تكون شخص أو مكان أو شيء مادي أو حتى فكرة. أي حاجة ليها اسم فالاسم ده هو الناون. يعني مثلا شخص زي أحمد، مكان زي سكول يعني مدرسة، شيء بنمسكه زي بوك يعني كتاب، أو حتى فكرة مجردة زي love اللي هو الحب. كل دي أسماء. تمام، فهمنا الأساس. دلوقتي بقى خلونا نتكلم عن المشكلة اللي بتقابل ناس كتير، وهي مشكلة التكرار اللي بتخلي الكلام شكله مش طبيعي خالص. طيب اسمعوا كده الجملة دي: أحمد is smart، أحمد works hard. يعني أحمد ذكي، أحمد يعمل بجد. حاسين إن في حاجة مش مظبوطة؟ الكلام تقيل شوية صح؟ هنا بقى الفرق بيبان. المشكلة كلها كانت في تكرار اسم أحمد. بصوا بقى لما صلحناها، الجملة التانية بقت أحمد is smart he works hard. شلنا أحمد المكررة وحطينا مكانها he. شوفوا إزاي الكلام بقى أخف وأسهل بكتير. وهنا بقى بيجي دور بطل القصة بتاعتنا، البروناون أو الضمير. هو ده الحل السحري اللي بيخلصنا من التكرار ده. يعني إيه ضمير؟ هو ببساطة شديدة كلمة بنحطها مكان الاسم. مهمته الأساسية إنه يمنعنا نفضل نكرر نفس الاسم كل شوية، زي ما عملنا في مثال أحمد. طيب إحنا كده عرفنا ليه بنستخدم الضمائر، جه الوقت نعرف إزاي نستخدمها صح. تعالوا نفتح مع بعض صندوق الأدوات ونشوف الأنواع المختلفة اللي معانا. صندوق الأدوات بتاعنا فيه 5 حاجات أساسية: ضمائر الفاعل وضمائر المفعول وصفات الملكية وضمائر الملكية والضمائر الانعكاسية. ما تقلقوش، هنشرح كل واحد فيهم ببساطة شديدة. نبدأ بأول نوع، ضمائر الفعل أو subject pronouns. دي الضمائر اللي بتكون هي اللي بتعمل الفعل في الجملة. زي ما احنا شايفين عندنا I, he, she وهكذا. يعني مثلا في جملة she is a teacher، مين الفاعل؟ مين اللي بيكون معلمة؟ هي she، عشان كده هي ضمير فاعل. الموضوع مباشر جدا. نيجي بقى للنوع التاني، ضمائر المفعول أو object pronouns. على عكس اللي فات، دي الضمائر اللي بيقع عليها الفعل مش اللي بتعمله. بصوا على المثال ده، he helped me. مين اللي ساعد؟ he، يبقى ده ضمير فاعل. طيب هو ساعد مين؟ me، يبقى ده ضمير مفعول عشان هو اللي استقبل المساعدة. النوع الثالث هو صفات الملكية، ودي من اسمها واضحة بتبين الحاجة دي بتاعت مين. بس في شرط مهم جدا هنا، لازم يجي بعدها الاسم المملوك. زي في جملة This is my bag. كلمة my بتوضح إن الشنطة دي بتاعتي، ولازم تيجي قبل كلمة bag. ما ينفعش أقول my واسكت. وهنا بقى النقطة اللي بتلخبط ناس كتير، فركزوا معايا. النوع الرابع هو ضمائر الملكية. دي كمان بتبين الملكية، بس الفرق الجوهري إنها قوية وبتقف لوحدها، مش محتاجة اسم يجي بعدها يسندها. بصوا بقى على نفس المثال بصيغة تانية. هنا بنقول This bag is mine. كلمة mine جت في آخر الجملة وما جاش بعدها أي حاجة، فالفرق واضح. بنقول my bag لكن the bag is mine. وآخر أداة في الصندوق بتاعنا هي الضمائر الانعكاسية، ودي ليها استخدامين: يا إما الفاعل والمفعول بيبقوا نفس الشخص، أو بنستخدمها عشان نأكد إن الشخص ده عمل الحاجة بنفسه. فكرة التأكيد دي بتبان قوي هنا. لما حد يقول I did it myself، هو مش بس بيقول أنا عملت ده، هو بيأكد أنا عملته بنفسي من غير مساعدة حد. ممتاز، كده إحنا لمينا الموضوع كله. عشان بقى المعلومة تثبت في دماغنا، تعالوا نبص بسرعة على أشهر الأخطاء ونعمل ملخص سريع لكل اللي قلناه. خلوا بالكم من الغلطتين دول بالذات. أولاً، ما ينفعش نبدأ الجملة بضمير مفعول زي مي. الصح طبعاً هو I am happy عشان أنا الفاعل. ثانياً، الفرق اللي أكدنا عليه، لما الضمير يجي لوحده في الآخر بنستخدم hers مش her. يبقى الزتونة في 4 نقط بسيطة. أول حاجة، قول الاسم مرة واحدة بس وبعدها استخدم الضمير.
تاني حاجة، في فرق بين ضمير الفاعل وضمير المفعول. تالت حاجة، my لازم يجي بعدها اسم زي my bag. ورابع حاجة، mine بتيجي لوحدها في آخر الكلام زي the bag is mine. ودلوقتي بعد ما صندوق الأدوات ده بقى معانا وكل أداة بقت واضحة، السؤال المهم هو إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي بذكاء عشان نخلي لغتنا مش بس صح، لأ دي تبقى كمان أقوى ومعبرة أكتر.